الفيلم بيحكي عن الفار رودي اللي عايش معزز مكرم في بيت الناس اللي بيربوه. بس في يوم الناس بيخرجوا الرحلة ورودي بيقعد في البيت لوحده بيلعب ويتسلى وبعدها ينظف مكانه. وفي اليوم ده رودي سمع صوت غريب واكتشف ان ماسورة الحوض انفجرت وحدفت عليه فار من اللي بيعيشوا في الصرف. وطبعا الفار بعد ما شاف العز اللي عايش فيه رودي قرر يكمل حياته معاه. وقتها رودي فكر يرجعه المجاري عن طريق التويلت وفهم الفار إنه لازم ياخد دش في الجاكوزي. بس الفار فهم خدعة رودي ورماه هو الأول. وفجأة رودي لقى نفسه بيلف من ماسورة لماسورة لحد ما وقع في مدينة الفيران اللي تحت الأرض. وساعتها شافه فار بيعمل أكل في الشارع، ولما عرف إنه كان عايش مع البشر قال لرودي إن الوحيدة اللي تقدر ترجعه بيته هي ريتا، ووصف له مكان المركب بتاعتها. وطبعا رودي جرى على مكان ريتا بس لقاها مستخبية وفي فران بيطردوها، وبغبائه كشفها قدامهم وخلاهم قبضوا عليها. لا وكمان عرفهم ان معاها ياقوتة وشايلاها في جيبها، وللحظ ان الفرين كانوا عايزين الياقوتة وبسرعة أخدوا رودي وريتا والياقوتة وسلموهم للزعيم بتاعهم ضفدع كبير عامل نفسه رئيس عصابة. وقتها رودي قال للزعيم إنه تايه وعايز يرجع بيته في منطقة كنزنجاتون. ومع إن الزعيم فهم إن رودي فار متربي مع البشر ومش بتاع مشاكل، لكن برضه صمم يجمده مع ريتا في التلاجة. ووقت ما كانوا الفيران أتباع الضفدع بيجهزوا الهيدروجين اللي هيجمدوهم بيه، كانت ريتا حررت نفسها هي ورودي وحولت مسار الهيدروجين للفيران. وطبعا الضفدع اتجنن وكان هينفجر بقى لما لقى رودي قطعت كابل الكهرباء وفصلت عنه النور، وكل ده علشان تمسك بنطلونها بيه بدل حزامها اللي قطعه رودي. وده غير انها اخدت الياقوتة قبل ما تهرب. وقتها الضفدع امر الفيران ينسوا الياقوتة بس يجيبوله منها كابل الكهرباء باي طريقة. وقتها خرجوا الفيران يدوروا على ريتا بس هي كانت هربت مع رودي، والاتنين بيتخانقوا اذا كانت الياقوتة دي حقيقية ولا مزيفة. وفجأة رودي كسرها علشان يثبت لها ان الياقوتة مزيفة. وقتها ريتا اتضايقت لان الياقوتة كانت املها في انها تقدر تعيش عيلتها كويس. وفي اللحظة دي رودي عرض على ريتا تساعده وترجعه بيته وهو هيديها ياقوتة حقيقية، وفهمها ان الناس اللي عايش معاهم اغنياء وعندهم ياقوت كتير. ساعتها ريتا قالت له انها موافقة واخدته معاها لبيتها. وهناك عيلة ريتا رحبوا برودي زيادة عن اللزوم، وده لانهم افتكروه عريس جاي يتجوزها. بس ريتا أخدت باباها وأخوها على المطبخ وعرفتهم إنها ناوية تسلم رودي للضفدع وتاخد منه فلوس تعيشهم مرتاحين. وقتها رودي سمع كلامها ومن غير ما يواجهها أخد المركب بتاعتها وهرب قبل ما يسلموه للضفدع. بس الحظ إنه في الطريق المركب عطلت بيه، وكمان ريتا عرفت إنه هرب وراحت وراه ومسكته وفهمته إن اللي هو سمعه ده كان رأي أخوها، وهي وباباها ما وافقوش وقرروا يساعدوه. وبكده رودي وريتا حلوا سوء التفاهم اللي بينهم وكملوا رحلتهم. بس فجأة وصل لهم الفيران اللي بيشتغلوا مع الضفدع وطردوهم، ورودي وريتا قدروا يخلصوا منهم بسهولة. وقتها الفيران رجعوا للضفدع وعرفوا ان ريتا ورودي هربوا. في اللحظة دي الضفدع اتصل بابن عمه لفراج وطلب منه يمسك ريتا ورودي بأي طريقة ويرجع له منهم كابل الكهرباء. وقتها عرفنا ان الضفدع بيكره الفيران لأنه زمان كان عايش مع ولد اسمه تشارلز وبيعتبره صديقه الوحيد. وفي يوم تشارلز جاله فار هدية، ولأنه حبه أكتر من الضفدع رمى الضفدع في مية الصرف وخلص منه. في الوقت ده كان لفروج جمع الضفادع أتباعه ودوروا على ريتا ورودي لحد ما وصلوا لهم، وخلى الضفدع يكلمهم فيديو كول ويعرفهم إنه محتاج كابل الكهرباء علشان يتفرج على المباراة النهائية لكأس العالم. وقتها ريتا مرضتش تسلم الضفادع الكابل، وكمان هما كانوا أغبياء وأول ما شافوا حشرة قدامهم اتخانقوا عليها وشبكوا في بعض، وما تبقاش مع رودي وريتا غير رفرج. وفعلا قدر ياخد منهم كابل الكهرباء ويوقع بيهم المركب ويهرب. بس وقتها رودي أنقذ ريتا ومسكوا في كيس بلاستيك وطاروا بيه، وفي طريقهم خطفوا الكابل من الافراج. وبعدها اتفاجئوا لما لقوا نفسهم فوق المنطقة اللي عايش فيها رودي، لقوا عند بيته كمان. وقدر رودي يدخل للبيت من الدفاية ونفذ وعده وادى ريتا لؤلؤتين، الأولى اللي وعدها بيها والتانية تعويض عن مركبتها اللي اتكسرت. وبعدها رجعت ريتا لبيتها. أما رودي راح يشوف حل مع الفار اللي احتل بيته وبوظه، واتفاجئ إن الفار
مجهز سناكس ومشروبات غازية وبيستعد علشان يتفرج على المباراة النهائية لكأس العالم. ولما رودي قعد معاه الفار قاله ما يشربش عصاير كتير علشان ما يتخنقوش على دخول الحمام في الفاصل ما بين الشوطين. في اللحظة دي رودي انتبه لكلام الفار وربط كل الأحداث اللي حصلت له الفترة اللي فاتت ببعض، وفهم إن الضفدع عايز كابل الكهرباء علشان يستغل مباراة كأس العالم ويرفع السور اللي بيفصل مية الصرف عن مدينة الفيران وقت الفاصل ما بين الشوطين، وبكده تغرق المدينة كلها. ومن غير ما يفكر رودي ساب الفار ورجع هو تاني لمدينة الفيران، واللي حسبه لقاه وشاف فعلا ريتا مربوطة عند السور ومحدش من الفيران ملاحظ اللي بيحصل. وبسرعة رودي أخد بالونة وطربيها عند ريتا وأنقذها، بس الضفدع شافه ومسكهم هما الاتنين. وبعد ما رفع السور بكل وضوح كشف لهم خطته وإنه ناوي يغرق المدينة ويموت الفيران، واللي يعيش بعد كده هناك الضفدع وبس. وبعدها وراهم أولاده اللي كان مخبيهم بعيد عن الفيران. وقتها رودي شاف أنابيب النيتروجين في الأرض واستغلها ودافع بيها عن نفسه هو وريتا، وجمد كل الفيران والضفادع وما تبقاش غير الفرج اللي فضل يطاردهم شوية، بس رودي عرف يتصرف معاه ويخلص منه. وبعدها جاء وقت الفاصل بين الشوطين ومية الصرف بدأت تندفع في اتجاه المدينة، والفيران أخدوا بالهم وخافوا، بس رودي اتصرف وجمد المية بأنبوب الهيدروجين اللي معاه ووقفها وقدر ينقذ المدينة، والفيران قالوا عنه بطل. وبعدها قرر رودي إنه ما يرجعش تاني لبيته وفضل مع ريتا لحد ما صلح لها المركب بتاعتها وعاش مع الفيران واعتبرهم عيلته. وبكده بيكون خلص فيلم النهاردة، ونحب نعرف رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة، وياريت تكتبوا لنا اقتراحاتكم لأفلام جديدة.